في حاجات كده بتقفلك من ماتش كده، يعني وأنت بتتفرج على ماتش كده لأ تتقفل من قبل ما يبدأ الماتش. أهو ده اللي بيحصل لمّا الواحد يشوف طاهر في الملعب، على طول كده بتكره الماتش أصلًا، بتكره إن أنت تتفرج على الماتش، لأن أنت عارف إن لاعب كده ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيعمل أي حاجة، بيلعب ليه في الأهلي لغاية دلوقتي؟ نفسي أفهم السبب، أو نفسي أفهم أو مدرب يقول لنا ليه طاهر ده بيلعب، جبهة فيها هاني وفيها طاهر دي مش موجودة أصلًا. ونص ملعب غريب، يعني كوكا يا جماعة ده مش لاعب أصلا، يعني بقالنا سنتين تلاتة بنقول كوكا ده ما ينفعش يبقى لعيب في الأهلي، فأنت برضو مصمم على كوكا في الأهلي وبتلعبه في خط النص، هو مفيش أصلا خط وسط أصلا، يعني حد يقولك ده ماتش ودي والكلام ده كله وبتلعب قدام برشلونة. حتى لو بتلعب قدام برشلونة مش عارف تمسك كورة، 45 دقيقة مش عارف تمسك كورة. طب مش عارف تهاجم، مش عارف تدافع. وخط الدفاع ايه معلش، مين هادي رياض والجزار يعني، ايه الحلو فيهم مثلا يعني عشان يلعبوا؟ لا هو واضح ان المدرب اصلا لغاية دلوقتي مش عارف اماكن اللعيبة كويس، او مش عارف امكانيات اللعيبة، او هو المشكلة الكبيرة ان هو يكون المدرب امكانياته كده، ودي هتبقى الكارثة بقى. وفي الاخر جماهير الاهلي هتشكر ربنا ان هي بتلعب في الكونفدرالية، لان بالوضع ده وباللعيبة دي الاهلي حتى لو كان لعب في دوري الابطال برضه ما كانش هياخد دوري الابطال، كان هيخرج برضه. يعني اللعيبة أصلا تركيبة غلط، واللعيبة نصها أصلا المفروض برضه ما يلعبش في الأهلي من سنتين تلاتة لورا أصلا، لسه مكملين في الأهلي، فأنت مستني منهم إيه أصلا؟